المرأة المطلقة ما تزوجش بها، علاش وكيفاش؟ هادشي اللي غادي نعرفو في هاد الفيديو. المرأة المطلقة ما تزوجش بها وما تعرفهاش وما تعاشرهاش، حيت كون فيها الخير كون لقى فيها راجلها. هاد الهضره هادي هي اللي كتسمع في المجتمع ديالنا باش ما نكذبوش على راسنا، فين ما كتسمع لا ديك مطلقه لا كذا. هو راه الطلاق راه ماشي شي حاجه عيب، الدين ديالنا تيقول لك ابغض الحلال عند الله هو الطلاق. صافي جوج ديال الناس ما تفاهموش طلقوا. انا صونيت لواحد الدري صاحبي محامي، قلت ليه السلام فلان بغيت نسولك القضيه ديال الطلاق شنو بان لك فيها؟ قال لك في الاسبوع قال لك كنحضر المئات ديال القضايا ديال الطلاق. قال لك ماشي المراه اللي كتكون ديما غلطه، يقدر بعض المرات كتلقى شي وحده داخله على الطماع، شي وحده كتزوج كطلع بنت الحرام. يقدر مره كتجي عندنا مراه مسكينه كاع مفرشخه ضاربه راجلها وكتلقى الله يعمرها دار داك اللي عندها جلاخه. مره كتحس المراه راجلها على الخيانه. يعني قال لك شوف بنادم طب وحجر. كنجي كنشوف في المجتمع ديالي تيقول لك لا وهذيك مطلقه وكذا وهذه شوف انا كنهضر على راسي، ويقدر بزاف ديال الناس ما غيتفقوش، حيت الطلاق ماشي شي حاجه عيب. تقدر الطلاق يقدر يوقع لاي واحد فين، يقدر يوقع ليا، يوقع ليك، يوقع لاختك، يوقع لواحد السيده كتجيك من العائله. صراحة أنا متفق معاه وبزاف. ماشي دائما المشكل من عند المرأة، وماشي عيب أنك تزوج مطلقة، المهم أنها تكون بنت الناس ومزيانة وديال دارهم، ماشي شي وحدة شالوطية ولا شي حاجة. وما يمكنش الإنسانة غادي تبقى مع شي واحد وهو تيضرها أو تيتكرفس عليها وبزاف الحوايج. الطلاق ماشي حرام، يعني عادي. مكنتيش مزيانة مع شي إنسان شفتيه صافي طغى، الله يعاون الفراق حسن، حتى ما يولي شي مشكل كبير. وخلوني الآراء ديالكم حتى نتوما، واللي رأي ديالكم واش متوافقين معاه ولا لا.